ولادنا بيذاكروا وعايزين حاجة حلوة وهما بيذاكروا، تعالي النهاردة اعملي الحلوة الجميلة ديت في ثواني هتخلصيها، اقتصادية وسهلة. وعايزة اقولك ما فيهاش خالص اي صعوبة. عايزة اقولك ان هي تقولي بغاشة، تقولي مثلا زلابية، حاجة كده تحفة، دوناتس. مديه على كل الأطعمة دي بصراحة جميلة جدا. تعالي النهاردة نشوف مكوناتها ايه. معايا اول حاجة كده كوبايتين من الدقيق. وقبل ما ندخل يلا ونشتغل في الوصفة اعملي لي لايك يلا حبيبة قلبي وما تحرمنيش من وجودك معايا. معايا رشه كمان من الملح، يبقى انا معايا كوبايتين من الدقيق، رشه من الملح، وكمان معايا نص معلقه من البيكنج باودر، معلقه صغيره. تمام. ومعايا كوبايتين من الزبادي، وهكتب لك كل المقادير في صندوق الوصف. ومعايا كمان نص معلقه صغيره من الفانيليا. معايا معلقتين هنا من السمنه، ممكن تستبدليهم بالزبده ويكون افضل كمان. انا ما عنديش زبده فحطيت سمنه، سمنه بلدي كمان اديتها ريحه حلوه قوي وطعم حلو جدا. اعجنيها بقى كويس جدا لحد ما تعجن معاكي وتبقى معاكي عجينه جميله جدا ملسه وما شاء الله تبارك الله. هنشوفها دلوقتي عامله ازاي. يلا لو مش مشتركه معايا في القناه حب تنوريني وتشرفيني وتبقي موجوده دايما معايا في القناه. لو عجبتك حطي لي لايك واعملي لي شير للفيديو. زي ما انت شايفه كده عجنتها كويس جدا. مش هقولك مش هتاخد حتى دقيقتين في العجن، انت يا دوبك هتلفيها بس كده، هي مش محتاجه العجن كتير. يا دوبك لفي المقادير بتاعتك كده وهنسيبها لغايه ما نشتغل عليها. يلا على طول دقيقه واحده بس يا دوبك اللي هي ايه ترتاح معايا العجينه، دقيقه نص دقيقه كده. تمام. هبدا افردها كده وهجيب الفراده بتاعتي وافرد فيها كويس جدا لغايه ما تديني سمك كده اللي هو مش رفيع قوي. طبعا انا هنا بما اني حاطه بيكنج باودر في العجينه، فطبعا عايزاها تكون مش رفيعه قوي ولا تخينه قوي. هوريكي السمك بتاعها دلوقتي بعد التقطيع. تمام. هجيب اي قطاعه عندي، قطعه بقى قلب، مدوره، مشرشره، براحتك خالص، مدوره، مربعه، وده السمك اللي انا بتكلم فيه، اللي هو السمك اللي هو يعتبر كده نص سنتي حاجه زي كده. تمام. وابدأي بقى كده قطعيها زي ما انت شايفه. حابه انك تقطعيها دواير، حابه ان انت تقطعيها مربعات، براحتك خالص، اي شكل يعجبك قطعي بيه. تمام. هقطعها كلها زي ما انت شايفه كده. انا كان عندي شكل القلب دوت فحبيت ان انا اقطع بيه. عايزه اقول لك بقى ديت لما تستوي بتبقى طعمها جميل جدا، حاجه كده شبه الزلابيه او حاجه تقولي شبه الدوناتس، قلبها طري وجميل جدا ومن بره مقرمشه. فعايزه اقول لك طعمها بيروح في حته تانية خالص ما شاء الله تبارك الله. طبعا انت كل ما تحتاري لاولادك هتعمليها في دقايق، يعني حرفيا من غير ما احلفلك انت هتعمليها في دقايق كده وانت واقفه، مش هتاخد منك وقت خالص. طبعا العجينه اللي فاضله زي ما احنا شفنا كده، اللي بعد ما خلاص شكلنا اول مره هرجع تاني اشكلها تاني بنفس الطريقه. لو حابه بقى تلعبي في الاشكال لاولادك الاطفال الصغيرين هما بيحبوا قوي الاشكال الجميله دي، اعملي فيها براحتك. يعني مره هتعملي لهم قلب، مره هتعملي لهم مربع، في اشكال تانية اللي هي شكل دبدوب. الحاجات ديت ممكن تلعبي لهم فيها بحيث ان هم ياكلوا الحاجات ديت وبتبقى مغذية جدا وجميلة ليهم. تمام. قطعتها هي بنفس الطريقة، الجزء التاني بنفس الشكل وبنفس الطريقة. وخلي بالك هنا عشان انا بركنها في طبق يعني على جنب، واكون هنا مجهزة الطاسة بتاعتي على النار. تمام. هجيب زيت سخن هنا، وطبعا هنا كنت مسخناه جدا، وبعد كده هديت النار على الوسط وهنزل بقى بالجمال بتاعنا ده ان شاء الله. اللهم بارك. عايزه اقول لك في النار اول ما دخلتها على الزيت بتنفش بسرعه وجميله قوي، عامله زي الزلابيه كده. اللي عارفه انت لما تبقي بتعملي في زلابيه كده طعمها حلو قوي. وعايزه اقول لك يعني هشه وجميله جدا ما شاء الله اللهم بارك. جربيها باذن الله تعجبك. طبعا هنا اول ما بحطها خلي ايدك فيها على طول لان هي بتاخد لون بسرعه. وخلي بالك النار هنا بتكون على الوسط او الاهدى سنه كمان من الوسط عشان تستوي وفي نفس الوقت تاخد لون كلها موحد. تمام. انا هنا بقلب على طول، اللي نزلته الاول بيتقلب في الاول، لان طبعا مش كلهم بياخدوا لون واحد في نفس الوقت. فخلي بالك هنا من التقليب، وخليكي دايما واقفه على البوتاجاز وانت بتعمليها لان هي طبعا مش محتاجه انك تسيبيها، هتاخد لون بسرعه. تمام. وده شكلها ما شاء الله اللهم بارك. بعد كده بتقلبي، تفضلي تقلبي كده بتطلعي منها بقى حاجه كده تحفه التحفه اللهم بارك. طلعي بقى على طول كده اللي بياخد لون معاكي طلعيه، يعني عشان ما بيبقاش كله واخد يعني كلهم في محروق منه ولا في مثلا لون غامق وفاتح، لا اللي هو بيحمر منك او ياخد اللون الذهبي الجميل ده طلعي على طول. ما شاء الله اللهم بارك. عايزه اقول لك بصي لونه عامل ازاي، حاجه كده قمر، وعيالك هيفرحوا بيها جدا. عايزه اقول لك من الحاجات الجميله اللي الاطفال بيفرحوا بيها، وعايزه اقول لك الكبار كمان. يعني هي حاجه كده جميله جدا لمذاكرتهم لدروسهم، حتى وهم بيذاكروا او عندهم درس او حاجه بيذاكروا بصي تلاقيها حاجه جميله كده زي السناكس كده جميله ما شاء الله. تمام. اللي ياخد لون معاكي طلعيه.
هنا بقى قربت اخلص الكميه، وعايزه اقول لك الكميه طالعه جميله جدا من كوبايتين دقيق، حاجه كده قمر ما شاء الله اللهم بارك. بصي جمالها عامل ازاي، تحفه. بعد ما طلعت ممكن تحطي لها بقى صوصات شوكولاته او ممكن سكر بودر. انا هنا بحب السكر البودر عليها، لو حابه انك تحطي لها اي صوص نوتيلا او لوتس او اي حاجه عندك جميله جدا ما شاء الله، بتنفع معاكي جميله قوي. فده طبعا شكلها. اتمنى اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.